جزاهم الله خير على كل حال. والله ابو عبد الله المكان جميل جميل عجيب والله. هالشعيب هذا ما عمره وكذبني في يوم مرة من المرات اللي جيتها من أيام السنة إلا وألقاه يمشي. يقولون إنه بعد الأمطار 4 شهور يمشي مثل مشيه هذا جيد، ثم من شهرين يسورب. والأساس هنا في سد ترابي موجود هناك، سبحان الله، يحفظ الماء لأكبر قدر من السنة ويسورب منه دائما. هذا يسمونه شعيبة قلة. دائما نجيه نلقى الدنيا خضراء، المياه ما شاء الله وافرة، رقراقة، سيالة، هدير الماء، نغماته، خرير الماء في جهات أخرى، صراحة جميلة. أهل الرياض لا يفرطون فيه نهائيا، في كثير ما يدري عنه. وهذا شوفه يسير، تقول مجاري، لا ليس مجاري. جماله يا جمال، ما شاء الله تبارك الله. يبقى الله صحي انك تمشي على الحصى، خاصة اذا كان فيه ماء. اذا كان في فوقه ماء ما شاء الله. شوفوا هذا الاسد مشهور. اول ما تعرفت على الخوعة والاشموم واحد انواع العراء، هذا تعرفت عليه في هالوادي. ما شاء الله كثرة النبتة عطرية جميلة على مدى الوادي كاملا، يستوعب الناس كله هالوادي هذا الشعيب هذا. طبعا اللي تشوفونه هذا هيشر وشويخة، ما شاء الله تبارك الله، والله عميق. شوف ماشي. واللي شوف بعد هذه أماكن معدة للجلوس، تعتبر نظيفة بالنسبة لها. شوف ما شاء الله، دار مدار. هذه جلسة مكان شبة الحطب والجمر، ما شاء الله تبارك الله. ريحة فعلا مطر وماء وزهر وشجر، ما هي بريحتها غير ذلك. أنت في الرياض لا تفرط فيه. هذا بعد ملهم سماه بقلة حول ملهم، ماشي دائما ما شاء الله تبارك الله. شيء خرافي. المكان ما يفرط فيه، ولا لا يا ابو ايش؟ ابو عبد الله المكان ذا ما يفرط فيه لاهل الرياض واللي حوله، لأن 4 شهور بعد آخر مطر ما شاء الله تبارك الله. أنا شفته مخدوم الآن، ولا قبل ما هو مخدوم الخدمة هذه. صدقت، هذه معك حق. ما شاء الله على المكان. لا ما أبغى أظلمك أبد نهائيا، أصلا الظلم مو هو زين. ما شاء الله يا جماله يا أخي، والله جميل.